السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف وهنا وألف خير يا رب. صباح الفل، صباح القشطة عليكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، النهارده سابع يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله كده شهر اليمن والخير والبركات علينا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا يا رب العالمين ان شاء الله بإذن الله، احنا وانتم وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم يا رب، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. وارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم أبويا وأمي وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، الفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. زي ما انا قلت لكم انا بذبح منها من اول يوم رمضان، بسم الله ما شاء الله، فراخ زي العسل. انا النهارده عملت لهم ايه بقى؟ حطيت لهم بواقي اكل كانت عندي، ليه عايزه اغير بقى يعني طعم العلف، او خلاص هما بقى العلف خلاص استكفوا بقى كده علف. اي بواقي اكل عندي احطها لهم، ليه؟ عشان تخلي لحمتهم مسكره وحلوه. انتوا عارفين بقى الفراخ كل ما يعني ما بتغير لها العلف او بتخش من قدام العلف وتحط لها بقى اكل تاني، بغير طعم ايه اللحمه بتاعتها ما بتيجي تذبحيها، وبتبقى زي البلدي بالظبط. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، اللي بياكلوا فيها هوت. دي بواقي اكل بقى، رز على مكرونه على حاجات كده، بواقي يعني من بواقي الاكل حطيتها قدامهم اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ليه انا قلت بدل ما اذبحهم واحطهم في الفريزر، بدل ماشيين معايا وبسم الله ما شاء الله زي العسل كده وبيزيدوا كل يوم عن يوم، قلت اخليهم جنبي وابقى ايه اذبح طازه، يعني ايه اما عاوز اذبح منهم طازه كده اول باول. ما ذبحتش منهم يعني ايه الا الخمسه اللي انتوا كنتوا شايفينهم اول يوم كنت بجربهم كده، وامبارح ذبحت منهم واحده برضو، وقلت ايه كل ما عاوز بقى هذبح طازه بطازه كده. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الفراخ بتاعتنا زي العسل وزي الهنا اهي اهم. شويه فراخ هنا 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 كده. دورة رمضان دورة الخير علينا وعليكم يا رب ان شاء الله باذن الله. على قد ما هي اتبهدلت معايا تحت هنا في المطبخ، بس يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي كده ايه فيهم، وربنا يعني ايه ما بخسرش حد. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، دول لسه 15 يا حبايب قلبي اهو. نسيبهم بقى كده ايه نذبح طازه بطازه. واي بواقي اكل بقى عندي، انتوا عارفين انا ما عنديش ايه طيور تانية ولا اي حاجه تانية الا الفراخ البلدي فوق والفرختين البيض الصغيرين. بواقي اكل بقى بدل ما تترمى ولا حاجه خساره، قلت لا. جربت كده حطيت لهم النهارده بسم الله ما شاء الله، لقيتهم هيجوا معاهم كلوا يعني واتبسطوا كده. قلت لا خلاص هما يلموا ايه حواليا العكاويز بدل ما ارميها خساره. انتوا عارفين مهما يكون الواحد عامل حسابه، بس اكيد في حاجات بتتبقى من الاكل وكده، بدل الخساره ما تترمي هم ياكلوه. منها الفرخه تزيد معايا، ومنها من نوع تاني اللحم بتاعها يتغير في ايه في الطعم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله كده ايام هنا علينا وخير وسعاده علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين يا حبايب قلبي. كده يعتبروا فطروا اهو. كنت مليا لهم الوعاء اللي قدامهم دي، كان بواقي اكل عندي وكده حطيتها لهم بسم الله ما شاء الله. يعني كنت خايفه ايه يغضبوا عليا وكده، انتوا عارفين من يوم ما من يوم ما انا جبتهم هم علف علف على طول، لقيتهم بسم الله ما شاء الله الفرخه ما بتكون عندك مجوعاها او مثلا حاطه لها كده على الصبح بتاكل معاها. فبسم الله ما شاء الله يعني ايه انجزوا كده وخلصوا كل البواقي اللي انا حطها لهم. الفرخه بسم الله ما شاء الله الوقت معديه معايا 2 كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. الواحد كل ما بياخد باله من الفلوس بتاعته ربنا بيكرمه فيه، وربنا يعني ايه بيملى الدنيا خير كده على الواحد، بدام بيتعب على الدور بتاعته بينضف تحتها وبشوفها عايزه ايه. يعني روح دي روح، يعني ايه مش هتتكلم مش هتقول لك انا جعانه انا عطشانه، لا انا نضفي تحتي، لا. الواحد من نفسه كده يعني كان عنده دور ولا حاجه يقوم كده ينضف تحتها يروق تحتيه. زي ما انتم شايفين البوكسه ضيقه كله، بس يوميا على الله او يوم ويوم بكنس تحتهم، بطلع اللي تحتهم فوق على السطح ينشف، وبرجع اجيب لهم حبه ناشفين تاني. زي ما انتم شايفين كده ما بخليش تحتهم مبلول ابدا، بخلي تحتهم ناشف، بخلي تحتهم نظيف. كل ما بتخلي تحت الفرخه بتاعتك نظيفه او الطور بتاعتك بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتك ما بتتعبش معاكي وبتيجي معاكي على طول. هما كده فتره هما خساره ما يكون فايد اكل ولا حاجه خساره يترمي، لا يكون شويه طيور عندك او هم بيلموا حواليك. انت عارفه العلف غالي ويعني الفرخ مادام كبر معاك خلاص ياكل اي حاجه. انا كنت بصراحه لما وزنتهم ولقيت الفرخه معديه ال 2 كيلو ونص بسم الله ما شاء الله وزياده، قلت اذبحهم بقى، بس رجعت تاني قلت لا هم يلموا عليا ايه العكاويس اللي بتفيد مننا من الاكل وكده خساره. وبدل الحيوانه ماشيه معاكي وما فيش فيها اي حاجه لا قدر الله تعب او حاجه وماشيه معاكي تسيبيها، بتلم بقى بتاكل اي حاجه ما بيهمكيش بقى.
متنسوش يا حبايب قلبي قراءة القرآن وصلاة التراويح، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. تخلصي مصالحك كده، واي ساعه فاضيه اي وقت فاضي تجيبي لك كده تقراي لك جزء، تقراي لك سوره. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الاعمال يا رب. صلاه التراويح تصليها في البيت عادي مش مشكله، في امكانياتك اللي انت تروحي الجامع برضه عادي مش مشكله، بس ما تكسليش. صلاه التراويح ما هياش يعني صعب ولا حاجه، ده هم 11 ركعه كل ركعتين، يعني يعتبر لو انت جيتي تيقنيهم يعتبر فردين. ما تصلي الظهر 4 والعصر 4 ب8 و3 يبقوا كده 11. يعدين الظهر والعصر والمغرب بتصليهم. بس ربنا يقدرنا ويقدركم يا رب، وتبقى حاجة عادة كده ما تتقطعش يا رب، اللي احنا نفكر بعض بها يعني. كده زي ما انتم شايفين بقى فطروا اهو وكانوا اهو. انا بفتح عليهم النور لغاية ما بياكلوا بالصراحة، ما بسيبوش عليهم على طول، وبقوم قافلة بقى. ليه؟ لان عشان برضو دي مطبخ وفيه مثلا وعي وحاجة، عشان برضو ما يلمش هفوش دبان اي حاجة. لا انا بفطرهم او مثلا احط لهم الاكل قدامهم ياكلوا ويتبسطوا. ساعة ما الاقيهم كانوا كده وناموا بقوم قافلة عليهم النور. يا رب ترحم أبيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحم أبيهم، اللهم عافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. يا رب ترحم أبيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. صباحكم زي الهنا، صباحكم زي القشطة كده، وأيامكم كلها هنا وقشطة وسعادة يا حبيب قلبي. ربنا كده يدخل الهنا والسعد والسرور علينا وعليكم وعلى أمة لا إله إلا الله أجمعين، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا يا رب إن شاء الله بإذن الله، واجعل أيامنا كلها هنا وخير وسعادة يا رب. كنت أعمل لكم كده يا حبيب قلبي روتين كده على الصبح كده، أنا لسه قايمة دلوقتي يعني، يا دوبك شطبت المطبخ كده وروقت كده، وقلت بقى أحط لهم شوية العكاوس اللي أنا هشوهم من البواقي. بسم الله ما شاء الله لقيتهم يعني كلوا كله اهو. عارفين الكيلو العلف عاد ب27 جنيه امبارح، يعني انا جايبه له الطور بتاعتي اللي فوق الفراخ البلدي والفراخ البيضه الصغيره اللي في البوكس. العلف غلى امبارح. قعدت بقى بشتري بالكيلو، لان الشكاره اللي انا كنت موراكم هنا كنت جايباها لدمن وللي فوق، فخلصوها بقى ما عادش شاريه لدم، لان انا كنت ناويه ان هم يخلصوها واذبحها. بس بما اني جربت بقى العكاويس بياكلوها ورايا وكده خساره، خلاص بقى الواحد ياخد منهم طازه كده واحده بواحده. اللي يعوز يعني عاوز اذبح اخد منهم طازه بطازه، هم يلموا حوالين الاكل زي ما انا قلت لكم. عايزين يطلعوا من البوكس ده فضوا، عايزين يطلعوا من البوكس. فدي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده يا حبايب قلبي، ودي كان يومي معاكم النهارده. يا رب تكونوا بتستفادوا مني اي حاجه، وتكون خفيفه عليكم وما تكونش بتقل عليكم. زي ما انا قلت لكم القناه بتاعتي دي عاملاها مخصوص لتسهيل تربيه الطيور. اي حاجه عايزين تعرفوها او تعرفوا التربيه بتاعتها ادخلوا بس على احلى يوميات مع ام كريم. اي انواع الطيور من اول ما انا فتحت القناه وانا مربيه جميع انواع الطيور على القناه من اول يوم لغايه ما ببيع او لغايه ما بذبح. فأي حد عايز يعرف أي معلومة عن أي أنواع الطيور، من رومي الوز البط الفراخ بلدي فراخ ساس وفراخ كل، مش هقول لكم بقى نوع معين، كل أنواع الطيور عندي على القناة أهو. بس كده أحلى يوميات مع أم كريم، هتلاقوا كل اللي أنتم محتاجينه وكل اللي أنتم عايزينه. فربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لنا ويصلح أعمالنا وأعمالكم يا رب العالمين، وتقبل منا ومنكم. ودي كان يومي معاكم يا حبايب قلبي النهارده، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. صباحكم زي العسل، صباحكم زي القشطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.